في احدى الايام كان اعظم تنين في العالم بيقتل على يد مجموعه من البشر، بالرغم ان عمره في حياته ما اذى حد منهم، والرغم من قوته الجباره الا انه بيرفض انه يحارب. كان كاره الحياه بسبب الوحده اللي هو كان فيها، وده لانه كان اخر تنين متبقي في العالم ده. فبيسيب الشخص ده ان هو يطعنه، وبيقرر ان هو يموت في سلام. وبعد انطفاء اخر ضوء ليه في العالم ده بيتولد من جديد في جسد طفل لسه مولود، ولا اول مره بيشوف عيلته واللي كانت مكونه من ابوه وامه واخوه الاكبر منه. وبعد 16 سنه كبر الطفل ده وبقى اسمه دولان، وكان عايش في القريه الريفيه البسيطه دي. والقريه دي اسمها فيرون، ودي قريه صغيره كده مكانها في اقصى الشمال وتبع المملكه اسمها اركيست. المهم دولان بعد ما تم 15 سنه قرر ان هو يسيب عيلته ويعتمد على نفسه، وبقى عايش لوحده في البيت ده، وبيكون شغال في مهنه الزراعه زي معظم اللي في القريه، وبتكون حياته هاديه وبسيطه جدا وهو بيكون مبسوط وراضي بيها. بعدها بيروح دولان عشان يصطاد شويه سمك من النهر، بيكون قاعد بيتكلم شويه مع اخوه الاكبر منه، وبعد شويه قادر ان هو يصطاد شويه سمك حلوين فبياخدهم وبيطلع يمشي. بعدها بيقابل شويه من زمايله ويقول له ايه السمك ده كله، ولا انا معاك يا عمي. وبيكون دولان محبوب جدا من كل سكان القريه ومفيش حد بيختلف عليه. بعدها بيروح على بيته، واثناء ما كان بيعمل السمك اللي كان جايبه بتجيله البنت الصغيره دي، ودي بقى هي ايري زميله دولان الصغيره وجارته في القريه، وبتكون بتحب دولان جدا وبتعتبره زي اخوها الاكبر منه. المهم كانت جايه تفكره ان النهارده تدريب السحر بتاعه ولازم يروح بسرعه عشان ما يتاخرش. فدولان بيروح فعلا وبيبدا التدريب بتاعه، ومن اول ضربه منه قدر ان هو يدمر الهدف بتاعه بكل سهوله. وبعد ما خلص تدريب بياخد بعض بيروح عند رئيس القريه، واللي بيبدا يعرفه على البنت دي. البنت بتسلم عليه، كل واحد بيبدا يعرف نفسه للتاني. والبنت دي بيكون اسمها كريستينا، والعجوز قال له خلي بالك دي من انا نبيله، وهي جايه تقعد معانا كام يوم بس في القريه مش اكتر. فالواد قال له تمام، وبعدين اخدوا بعضهم وبيمشوا. بعدها دولان بيجمع شويه سمك وخضروات ويقرر يروح يزور عيلته. بيوصل على هناك وبيبدا يسلموا على بعض، وبعدين بيقعدوا ياكلوا. بعدها ابوه قال له الدنيا عامله معاك ايه دلوقتي وانت عايش لوحدك، ما بتفكرش انك تتجوز زي اخوك الكبير؟ بس دولان قال له انه لسه بدري وانه مش بيفكر في الموضوع الجواز دلوقتي. فابوه قال له خلاص تمام اللي يريحك. وبعدين كملوا اكل وخلص اليوم على كده. تاني يوم بقى كان دولان واقف عند بوابه القريه مع شويه جنود من القريه، وبنعرف ان الجنود دول هم المسؤولين عن حمايه القريه من اي مخاطر فيها، وده لانهم بعاد خالص عن العاصمه وقوات المملكه مش بتحميهم. المهم المره دي كان في مهمه كده بعيده شويه، والجنود مش هينفعوا يسيبوا القريه من غير حمايه. فدولان بيقرر يروح هو مكانهم. وبعد ما الجنود بيعرفوا كل حاجه بتيجي ايري مع الست العجوز دي، وبيقولوا له يخلي باله من نفسه، وايري كانت عامله له اكل فبتديهوله. فدولان بيشكرها وبياخد الاكل منها وبعدين بيمشي. وبعد ما مشي بقى شويه حلوين اخيرا بيوصل على المكان اللي هو قصده. وهو الموصل بيستخدم قوته، بيعرف ان المكان مهجور هنا بقاله فتره، وتقريبا المكان غير صالح ان حد يعيش فيه. بس فجاه دولان بيسمع صوت جنبه، فعلى طول بيسحب سيفه وبيوجهه في الاتجاه اللي الصوت جاي منه. وبيطلع ان دي كانت بنت كده شعرها اصفر كده وعندها ديل وشكلها غريب شويه ومنفصله كده اسمها فصيله اللاميه. البنت قالت له انت بتعمل ايه هنا وانت لوحدك ولا معاك حد؟ فدولان قال لها انا لوحدي، انت بتعملي ايه؟ بس فجاه هما بيتكلموا ويظهر وحش كده ضخم من وراهم بدا يهجم على البنت، بس الواد قدر ان هو يقطع له ايده واخدها وراحوا يستخبوا. وهم كانوا مستخبين دولان قال لها لم ديلك اللي انت ماشيه تجري ورا كده، مش ناقصه فضايح. وفضلوا على الحال ده لفتره. وبنعرف ان دولان كان جاي هنا في هما عشان يشوف مجموعه من السحالي اللي اختفوا فجاه ما بقوش يشوفوهم، وتقريبا السبب في اختفائهم هو الوحش ده، واللي ظهر في المنطقه دي هنا بعد ما حصل زلزال قوي فيها. بعدها دولان بيسال البنت دي على اسمها، وبيطلع ان اسمها سيلينا. فرد قال لها انا سمعت ان مخلوقات اللاميه بيعرفوا يستعملوا السحر، الكلام ده صح؟ فالبنت قالت له ايوه، بس احنا مخلوقات ارضيه وسحرنا ضعيف. فقال لها تمام خليك في ظهري بس عشان لو حصل حاجه. فالبنت قالت له تمام، وبدا كل واحد منهم يستخبى ورا الشجره وبيستعدوا للهجوم. ودولان اداها الاشاره وبدا الهجوم. الوحش بقى كمان بدا يهجم ويرمي صخور عليهم، بس دولان قدر ان هو يصدها. بعدها سيلينا بتستخدم سحرها وبتطلع افعى كبيره كده وبتثبت الوحش ده بيها. بس لسوء الحظ الوحش كان قوي جدا وقدر ان هو يفك نفسه منها. بس في الوقت ده دولان كان قرب منه جامد ووصل لعنده وبيستخدم سيفه المعزز بالسحر وبيشق الوحش ده نصين، والوحش اتفتت وبقى رمل ووقع منه شويه ذهب كده. بس هو بيع سنه كانت قريبه منه، فالوحش خدها معاه في طريقه. فدولان بيروح علشان يشوفها بس بيلاقي انها تمام، هي بس اتوسخت شويه. بالليل بقى كان دولان وسيلينا مخيمين، ودولان كان عامل لها اكل. وسيلينا بقى كانت تعتبر زي دولان برضه. تقاليد عشيرتها ان لما البنت تتم 17 سنه بتسيب العشيره وبتخرج تعيش لوحدها وتدور على شريك حياتها، وده لان عشيره سينا كلها اناث، ونادر جدا لما واحده منهم تنجب ذكور. وبنعرف ان عشيره سينا اتكونت بعد ما واحده من البشر اتلعنت في يوم من الايام، وبقى عباره عن نص انسان ونص تعبان، وجسمهم بمزيج بين الاثنين، يعني جسمها سام زي التعابين وشكلها شكل البشر، وبتعرف تتكلم وتفهم لغتهم. بعدها دولان بيكون سوى الاكل فبيديها تاكل منه، وسيلينا لما بتذوق بيعجبها قوي، فبتساله انت مين اللي علمك تعمل الاكل ده؟ فبيقول لها وهو مبتسم كده والدتي كانت دايما بتعمل لنا في ليالي الشتاء البارده. فسيلينا قالت له انت مالك بتحب عيلتك قوي، ربنا يخليهم لك. بس دولان بيسرح شويه كده وبيفتكر حياته كتنين وقد ايه كانت صعبه علشان كان وحيد فيها، وبيعرف ان قد ايه الحاجه جميله جدا طول ما انت وسط ناس بيحبوك وبتحبهم. بعدين فضلوا يتكلموا ويهزروا شويه والدنيا كانت اخر روقان.
تاني يوم بقى كان دولان بيودع سيلينا وسيلينا بتودع دولان، ودولان قال لها ان شاء الله تلاقي زوج ابن حلال كده يصونك ويخلي باله منك، ولما تلاقيه يبقى تعالوا زورينا في قريتي علشان ابقى اعرفك على عيلتي. فالبنت بتقول له تمام، وبعدين كل واحد بيمشي في طريقه. بعدين بقى سيلينا بتكون وصلت عند جسر كده، فاتنين شافوها قالوا لها مش خاطر ان انت تسافر لوحدك كده يا انسه. البنت لسه هترد عليهم، بس الاتنين اول ما شافوا ديلها خافوا منها وطلعوا يجروا. في نفس الوقت ده بنشوف دولان وايري وهم قاعدين بيتدربوا على كيفيه صنع الجرعات السحريه، ودي جرعات بتتصنع من مكونات كلها مشبعه بالسحر عكس الدواء العادي، ولازم تكون حذر وتركيزك عالي جدا عشان ما تبوظ حاجه منك. اير بقى بتكون شاطره جدا وبتقدر ان هي تستخدم الجرعات دي بشكل صحيح، اما دولان بيكون فاشل في استخدامها وعلى طول بيبوظها. المعلمه عنفت دولان شويه، بس اير ساعتها بتشجعه. البنت دي على قد ما هي لسه صغيره ولكن عسليه الصراحه. دولان بقى ما كانش محتاج الجرعات دي في حاجه قبل كده لانه كان تنين، وانا هنا اول مره صديق وقع على حد تنين ويطلع كان تنين فعلا. بعدها المعلمه قالت لاير ان جرعتها تمام وتقدر تمشي تروح تلعب مع اصحابها، بس اير قالت لها لا العب ايه، انا اروح عشان اساعد والدتي ولا حاجه. شاطره يا بنت والله. المهم بعدها المعلمه قالت لدولان يعني انت سحرك الهجومي من الدرجه الاولى ومش عارف تستخدم خالص سحر الادويه. بس دولان قال لها معلش بقى ان شاء الله ابقى اتحسن مع الوقت. بعدها دولان والمعلمه راحوا اكلوا في بيت ايري، وشكلها كده ما كانتش بتتلكك وراحت تساعد امها فعلا يا صديقي. المهم دولان بيخلص اكله وبيطلع يجري من المكان بسرعه، واثناء ما كان ماشي واحده من سكان القريه بتعزم عليه بشويه حليب من مزارعها، فصاحبنا ما بيرضاش يكسفها وهو بيشربه وبيكمل جري في طريقه. واخيرا بيوصل على المكان اللي كان قصده وبيقابل صاحبه البرت، وبيطلع انه كان بيتفق معاه انه هيتمرن معاه النهارده وكان خايف بس لا يتاخر عليه. بس البرت قال له نبقى نخليها وقت تاني عشان انا مشغول دلوقتي. فدولان قال له خلاص ولا يهمك. بالليل بقى دولان بيحس بقوه غريبه جايه من الغابه، فبيروح علشان يشوف مصدرها ايه، واول ما بيوصل هناك بيلاقي مصدر القوه الغامضه اللي هي سيلينا. فبيقعد معاها وبيبداوا يتكلموا شويه، وسيلينا بدات تحكي له عن كل حاجه حصلت له من ساعه ما سابته، وانها مش عارفه تتواصل ازاي مع البشر، وان كل البشر بيخافوا منها ما عدا دولان. فلما ما عرفتش تروح لمين بتقرر انها تروح تزوره في القريه. فدولان ساعتها بتجيله فكره وبيقترح على سيلينا انها تقعد معاهم في القريه هنا، بس البنت قالت له انها وحشه بالنسبه للناس وان كل البشر بيخافوا منها ومستحيل حد يتقبلها. بس دولان بيطمنها وقال لها ان قريته فيها اشباه بشر كتير عايشين معاهم، وانه عادي يعني، وان الناس اول ما يعرفوها كويس هيعاملوك كويس كانك واحده منهم. فسيلينا قالت له خلاص ماشي تمام، وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم بقى الفرسان بيلاقوا شويه اسماك وخنزير كده حد كان سايبهم، واثار تعبان كده على الارض. وطبعا انت عرفت دي اثار مين يا صديقي؟ قائد الفرسان على طول بيعمل اجتماع لكبار القريه وبيقول ان في وحش من فصيله اللمية وانهم لازم يدوروا عليه كويس ويخلصوا عليه الاول قبل ما هو يهجم عليهم. بس الراجل ده بيرفض قراره وبيقول له ان الوحش ده خطير جدا، والقريه دوبك فيها قله من الجنود اللي بيحموها ومش هينفع نخاطر بحياتهم، والافضل ان هم يطلبوا تعزيات من العاصمه الملكيه وهيبعتوا مرسال ليهم. بس في الوقت ده المعلمه بتتدخل، قالت لهم يخرب بيت غباكم، مجتمع ذكوري متخلف صحيح، يعني لو في حد عايز يهجم عليكم كان هيسيب لكم هديه؟ انتوا دماغكم دي بتشتغل ازاي؟ في الوقت ده بقى كان دولان والبرت بيقطعوا شويه من الحطب، ودولان بيكون عارف اللي حصل وان الجده منعتهم انها تجيب قوه العاصمه، وان خطه الهدايا دي شكلها جابت معاهم نتيجه وان شاء الله خير يعني. المهم تاني يوم كان قائد الفرسان مجمع الجنود عشان يدوروا على سيلينا، ولسه معتبرها وحش وخطر عليهم حتى بعد ما قدمت لهم خنزير وسمك هديه. مش فاهم الراجل ده دماغه فيها يا صديقي، بس يمكن ما بيحبش الخنازير ولا حاجه. بس دولان في الوقت ده كان واقف ومبسوط على الاخر، وسيلينا طول الوقت ده كانت واقفه شايفهم من بعيد ومستنيه اشاره دولان، وطلع ان ده كله كان جزء من خطته، وهو كان عارف ان الجنود مفيش فايده فيهم ومش هيقتنعوا بسهوله، وعلشان كده عمل خطه هو وسيلينا. والخطه كالاتي، ان هو هيدخل مكان خطير قريب من هنا، وفي وسط ما فرسان القريه كلهم مجتمعين سيلينا هتدخل وتنجزه قدامهم كلهم، وبكده هتكون اثبتت لهم ان هي مش وحشه زي ما هم فاكرين. واثناء ما الفرسان كانوا واقفين فجاه بيدخل عليهم واحد منهم وشكله كان مرعوب شويه. القائد قال له مالك يا ابني، شفت وحش لمية ولا ايه؟ لسه ما كملش كلامه بيلاقي دب ضخم بيهجم عليهم. الكل خاف منه وبداوا يرجعوا لورا. في الوقت ده واحد من اطفال القريه كان قريب من هنا، والدب بدا يروح ناحيته وخلاص كان هيهجم عليه. سيلينا ودولان في الوقت ده بيجوا عليه، وسيلينا اخذت الضرب بدلهم. بعدها بصت للدب واستخدمت سحرها عليه، فالدب خاف ورجع على الغابه. وده كله حصل وسط ذهول الكل من قوتها. المهم طلع ان الواد اللي انقذت حتى ده كان ابن القائد واسمه طارو. وبعدها القائد بيزعق على صوته وبيقول لها تبعد عنهم، بيكون لسه مش مطمن لها. هو مفيش فايده فيك يا عم انت ولا ايه؟ نعمل لك ايه تاني يعني؟ المهم دولان بيقول للولد ان هو يروح، هو راح فعلا، والقائد طلب من دولان ان هو يجي هو كمان. بيقول له انا ما اتعودتش ان اكون ناكل للجميل مع الشخص اللي انقذ حياتي. القائد قال لها بعدها الاكل اللي كان في القريه ده انت اللي كنت بتسيبيه؟ فسيلينا قالت له ايوه، وبتترجم ان هم يسيبوها تقعد معاهم في قريتهم حتى ولو فتره صغيره. قالت لهم انا ابويا بشري عادي وامي نص بشريه ونص لمية وما عنديش اي كره تجاه البشر. الجنود بدأوا ان هم يتعاطفوا معاها ويصدقوها، واثناء ما كانوا واقفين وبيتكلموا بتجيلهم اشاره من حكيمه السماء بتطمنهم فيها من سيلينا وتقول لهم ان هي طيبه وقلبها نقي وانهم يقدروا يعيشوا مع بعض في سلام. واحده منهم كانت خلاص رايحه علشان تاخد بايدها، بس البنت بيغمى عليها بسبب الجرح اللي في ظهرها، فعلى طول بياخدوها على القريه عشان يعالجوها. واول ما سيلينا فقت بياخدوها على بيتها الجديد. القائد كان مديلها هديه علشان تعيش فيه. البنت دخلت وشافت البيت من جوه، والبيت كان عاجبها جدا. قائد الفرسان اعتذر لها على سوء الفهم اللي حصل ما بينهم وشكرها
بيشكرها على انقاذ حياه ابنه، والبنت هي كمان شكرته على البيت، ودوران هو كمان راح وسلم عليها وعرفه بنفسها على اساس انهم ما كانوش يعرفوا بعض قبل كده يعني يا صديقي، والدنيا كانت اخر روقان. المهم في الوقت ده بقى دولان بيستخدم هيئته النجميه وبيتحول لتنين، وبيروح علشان يشوف حكيمه السماء مايرل، وكانوا واقفين يتكلموا شويه وبيسترجعوا ذكرياتهم، ودوران كان بيشكرها على اللي عملته مع سيلينا، والحكيمه سالته عن احواله مع البشر، فدوران قال لها انه مبسوط قوي من ساعه ما بقى في حياته البشريه، وانه مبسوط اكتر بلمه الناس البسيطه حواليه دي عنده بالدنيا كلها. مايرل بقى بتفرح من كلامه لان اول مره تشوفه مبسوط بالشكل ده. في الوقت ده بقى السينه بترزع على الباب وتخش تنادي على دولان باعلى صوتها. الواد قال لها مش كده يا بنتي يخرب بيتك، ابقى اخبطها على الباب قبل ما تدخلي. فالبنت اتحركت شويه وبعدين اعتذرت له، بعدها قال لها في ايه انت اللي جابك على الصبح كده؟ فالبنت قالت له احنا مش المفروض كنا هنساعد كريستينا في زراعه محصول البطاطس بتاعها؟ يلا نروح بقى عشان لو فكرت ان انت نسيت هتزعل مننا. في الوقت ده بقى في العاصمه الملكيه بنشوف خادمه جايبه رساله من كريستينا للمديره بتاعتها، واللي بتكون من فصيله الالف، وبالمناسبه اسمها اوليفيا. الجنيات على طول بيجيبوا لها الرساله وبتبدا ان هي تقراها، وبتكون بتتكلم عن احوال القريه وعن شعبها الطيب، وبما انها بتتمركز في اقصى الشمال وبعيده جدا عن العاصمه الملكيه، فده مخلي السكان اللي فيها التدريب عندهم شيء اساسي علشان يقدروا يدافعوا عن نفسهم وعن القريه لو حد هجمها. وفي الوقت ده بنشوف قتال بين كريستينا ونائبه قائد الحرس. القتال احتدم جدا والاثنين قوتهم عاليه، بس في الاخر كريستينا هي اللي قدرت تكسب. بعدها بيروحوا يسلموا على بعض والقائد بيجي يهنهم هما الاثنين. روح رياضيه بقى وكده يا صديقي. بالليل بقى كان سكان القريه عزموا كريستينا على العشاء، وكل واحد بيعزم عليها علشان يوريها كرم ضيافتهم. بعدين اكلوا وفضلوا يهزروا شويه، وبعدها كريستينا راحت على دودها علشان تنام، بس ما بيجيلهاش نوم فبتطلع تتدرب تحت دور القمر شويه. في الوقت ده بقى كان دولان وسيلينا بيتمشوا وشافوها واقفه لوحدها، فسيلينا بتعزمها بتاخدها علشان توريها بيتها الجديد. بعدين قعدوا يتكلموا شويه وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم بتكون كريستينا راحت على الحانه، ورئيس الحرس بيتحدى على مين يشرب عصير اكتر، والاتنين فضلوا يشربوا لحد ما تقريبا خلصوا كل العصير اللي في الحانه، والناس ما بقوش لاقيين حاجه يشربوها يا عيني. واخيرا بقى القائد ما بيقدرش انه يكمل اكتر من كده وبيقع مغمى عليه، وكريستينا كده بتكون هي اللي كسبت، فالكل بيهنيها والدنيا كانت اخر روقان. في الوقت ده بقى في العاصمه الملكيه كانت المديره بتتكلم عن كريستينا وعن تفاصيل رحلتها، وفي وسط الكلام بتيجي واحده كده وبتسالها عن اللمية اللي معاها، وبتكون عايزه تعرف شويه معلومات عنها، ودي بقى بتكون كبيره الصحراء وشغاله معاهم في الحكومه العامه. المديره قالت لها بس انت مهتمه بيها كتير عايزه تعرفي عنها تفاصيل. البنت بتقول لها ان في جرائم كتير حصلت الفتره الاخيره وناس كتير اختفوا ومش عارفين عنهم حاجه، وعايزه تتاكد بس اذا كانت لها علاقه بالموضوع ولا لا. بس المديره قالت لها ان الكل بيقول عليها طيبه، وان الحكيمه ميرل بنفسها طمنت الناس منها وقالت لهم ما يقولوش منها، بس البنت دي برضه اصرت وطلبت منهم انهم يجيبوها هنا علشان يتاكدوا برضه منها. فبتنادى على الشخص المسؤول عن قريه فيرون وبتطلب منه يبعت رساله عشان يجيبها لهنا. في الوقت ده بقى كان دولان وسيلينا وكريستينا في الحقل بيزرعوا شويه بطاطس، واثناء ما كانوا واقفين بيدخل عليهم جندي من جنود القريه وبيطلب منهم انهم يروحوا على بوابه القريه حالا. العيال ما كانوش فاهمين هو في ايه، بس على طول بيروحوا، واول ما بيوصلوا هناك الراجل ده بيأمر الجنود بتوعه ان هم يحاصروهم. بعدها قال له انت دولان؟ فالواد قال له ايوه. قال له انت اللي سمحت للمه دي انها تدخل هنا؟ فالواد قال له ايوه. الراجل قال له انت عملت ده مخالف للقانون وما ينفعش، انا المسؤول عن الارض دي والمسؤول عن حمايتها. انا سمعت ان حكيمه السماء قبلت بيها وعلشان كده هاخدها معايا العاصمه الملكيه، هنتاكد بس من حاجه ولو طلعت تمام فاحنا هنرجعها تاني. دولان قال له بس طالما حكيمه السماء وافقت عليها وانت مش مشكك في حكمها يبقى لازمته ايه ده كله؟ الراجل قال له ان مش شاكك في حكم حكيمه السماء ولا حاجه، بس دي اجراءات المملكه ولازم ننفذ القانون ونتاكد منها. رد قال له تمام بس لو كده فانا هاجي معاكم، انا اللي جبتها القريه هنا وانا المسؤول عن كل حاجه، فانا بطلب منك انك تاخدني معاكم. الراجل قال له تمام مفيش مشكله، وبعدين بيركبوا العربيه وبعدين بيمشوا. كريستينا بقى في الوقت ده ما كانش عاجبها اللي بيحصل، حاسه ان في حاجه غلط، فبتقرر ان هي تروح على العاصمه الملكيه عشان تفهم كل حاجه من المديره بتاعتها. وبالفعل البنت بتفعل قوه الرياح عندها وبتجري باقصى سرعتها. في الوقت ده بقى سيلينا ودولان كانوا في طريقهم للعاصمه الملكيه. سيلينا بتكون خايفه شويه من اللي هيحصل بس دولان بيطمنها. نروح بقى لكريستينا واللي كانت في الوقت ده وصلت على القصر الملكي. البنت سرعتها مش طبيعيه لدرجه انها وصلت على القصر قبلهم. بدات ان هي تتكلم مع المديره وقالت لها هي ليه بعتت المفوض للبلده عندهم، بالرغم من انها اكدت لها ان كل حاجه ماشيه تمام في القريه عندهم، بس المديره قالت لها ان مش هي اللي بعتت المفوض وان اللي بعته شخص اعلى رتبه منها، وقالت لها ما تقلقش من حاجه وانهم بيعملوا كده بس عشان يتاكدوا من حاجه معينه مش اكتر، وده لانهم شاكين في الساحره دي وحاسين بحاجه مش تمام من ناحيتها، وفي النهايه البنت هترجع قريتها سلمى لا محاله، فما تشغليش بالك بحاجه يعني. في الوقت ده بقى كان دولان وسيلينا نايمين في امان الله، بس فجاه العربيه وقفت والحارس نزل وقال لهم ينزلوا معاهم من غير شوشره. العيال بدأوا يتوتروا شويه والوضع شكله ما يطمنش يا صديقي، ولكن بينزلوا فعلا والحارس بدأ ياخدهم على جنب كده في مكان في الغابه علشان يقابلوا المفوض. العيال وصلوا لحد عنده فعلا، واول ما وصلوا المفوض بدأ يتكلم معاهم، والعيال فجاه ملامح وشهم بتتغير ومحدش عارف هو قال لهم ايه. بعدها بقى المفوض بياخدهم على المكان اللي فيه الساحره كرين. الساحره قالت له ده مين اللي انت جايبه معاك ده هو كمان؟ فدولان قال لها انه مجرد ضيفي من سكان القريه وجاي معاها بس عشان يتاكد من سلامتها. فالساحره قالت له تمام وبتامر المفوض ان هو يمشي وهي تتولى زمام الامور من هنا. بعدها بتدخلهم جوه وبتبدا انها تعزمهم على العشاء، واول ما دخلوا بدات تتكلم معاهم شويه
شويه، والعيال بداوا يطمنوا اكتر بعد ما قالت لهم انها بتجهز ورق بتاع سيلينا وبكره هيكون عندها وهتكون رسمي من سكان المملكه، وان ده مجرد اجراء روتيني مش اكتر. بعدها البنت قالت لهم انا عمري في حياتي ما شفت لميا بالجمال ده، الشعر الاصفر والعين الزرقاء والحرش في النعمه، وانا كواحد بيشوف زيك بدات اشك في البنت دي يا صديقي. المهم بعدها بتبدا انها تقدم لهم شويه من العصير، والعيال اخدوه فعلا وبداوا يشربوا. بس بعد شويه العيال بداوا يفقدوا عيوم واحده واحده، وفجاه مره واحده بيغمى عليهم. في الوقت ده كان المفوض وصل على القلعه وبدا يعرف المديره بكل حاجه، وقال لها ان كل حاجه ماشيه تمام حسب الخطه، وكريستينا واقفه ومش فاهمه اي حاجه، وانا وانت ما عدناش فاهمين اي حاجه يا صديقي. بس طلع ان الساحره دي عمرها يزيد عن 300 سنه تقريبا، وده طبعا شيء مش طبيعي، وحاجه زي دي مستحيل تحصل الا في حاله من الاتنين بس، يا اما الساحره دي عملت تعاقد مع شيطان، يا اما بتستخدم سحر محرم عشان تستولي بيه على اجساد الناس. وحابب ابشرك يا صديقي واقول لك انها عملت الاتنين. في الوقت ده بقى كريستينا بتستوعب كل حاجه وبتقول لهم الله يخرب بيتكم، يعني هي كل ده مستنافس لينا وكمان انتوا عارفين وسايبينها معاها كل ده، احنا لازم نروح على هناك فورا. في الوقت ده بقى كانت الساحره اخر الدولان وسيلينا على المختبر بتاعها، ومسكت مشط وكانت رايحه عشان تشرح جلدها. بس في الوقت ده دولان بيفوق من وراه وبيقول لها تسيب المشط ده من ايديها فورا وتبعد عنها. الواد قال لها الكتابه اللي على الارض دي بيفوح منها رائحه دم، يا ترى قتلت كام شخص قبل كده علشان تعملي ده كله؟ البنت قالت له الكود اللي انت تعطيها دي مستحيل حد يعرف يقطعها بسهوله، هو انت بشري فعلا؟ الواد ما ردش عليها وقال لها اسالك مره ثانيه عدد اللي انت قتلتهم قد ايه؟ فالبنت قالت له بطلت اعد، انا بقيت الوقت ما يجي المزاج او وقت ما عاوز اجرب حاجه جديده يعني. دولان قال لها ان انت حاطه نفسك فوق الجميع ومش فارق معاك اروح الناس اللي بتقتليهم. فالبنت قالت له عندك حق، وبصراحه بقى انا شكل وشي ما بقاش عاجبني وحاسه ان انا محتاج اغيره. يا نهار ابيض يا جماعه، البنت بتغير في البني ادمين ولا كانها بتغير جاكيتها. المهم سينا بقى في الوقت ده كانت فات من وراها هي كمان، قالت لا الله يحرقك، يعني انت كنت عايزه تعملي فيها ده كله؟ وبعدين بتخاف منها وبتيجي تروح تقف جنب دولان. حقك يا بنتي والله، ده انت عايزه تولع فيك بمولوتوف يا شيخه. المهم بعدها العيال بيطلعوا عدد تسجيل سحريه كانوا مخبينها في هدومهم كده، وكل اللي البنت دي قالته طلع متسجل وكل اعضاء الحكومه سمعوها. ومره واحده بينفجر الجدار من وراهم وبيظهر المفوض ومعاه شويه من الجنود. المفوض امر الجنود ان هم يعتقلوها، وبالفعل الجنود راحوا عليها وفعلا بدأوا يحاصروها. وطلع ان البنت دي كانت بتتهم الناس بالباطل وتاخدهم على المختبر عندها وتعمل فيهم اعمالها الشنيعه من غير ما حد يلاحظ او ياخد باله. والموضوع بدأ معاها من ايام ما كانت لسه طفله صغيره، كانت كارهه نفسها وشافه ان شكلها وحش، ومن هنا بقى بدأت ان هي تقتل الناس وتسلب حياتهم بس علشان ترضي رغباتها. وكانت بتقتل اللي بيجي في طريقها وما كانتش رايحه مع حد، بشر ماشي، الف ماشي، لميا ماشي، وما كانتش سابه حد في حاله يا صديقي، وكل ده عشان تزود جمالها وترضي الناس بس مش اكتر. بعدها قالت لهم ما تفكروش نفسكم حاجه، انتوا مجرد فئران تجارب بالنسبه لي، وهوريكم دلوقتي نتيجه بحث اللي استمر 300 سنه. وفجاه البنت شكل جسمها بيتغير وبتحول للوحش الضخم ده، بدات تهجم عليهم بس قدروا يتفادوا ضربتها، وطلع ان جسمها ده اتكون من اجسام الناس اللي قتلتهم قبل كده، وكان شكلها مثير للاشمئزاز الصراحه. البنت بعدها بقى بدات تهجم عليهم تاني، بس سيلينا استخدمت قوه عنها السحريه وقدرت انها تثبتها. البنت قدرت تفك نفسها بس كريستينا قدرت انها تقطع عليها صوابعها، وفضلت مكمله تقطيع فيها لحد ما بتجيب اخرها. البنت اتعصبت على الاخر وحضرت سحر الظلام بتاعها وبدات تهجم بكل قوتها. المكان الرعب فيه بقى على الاخر والعيال مش قادرين عليها، بس دولان في الوقت ده بيقول لهم يرجعوا من ورا ويسيبها له. دولان بعدها قال لها ايه رايك في شكلك دلوقتي وانت مثيره للاشمئزاز كده؟ يا ترى مبسوطه بعد ما سلبت الناس ارواحهم وقريت على احلامهم علشان بس ترضي نفسك؟ انت مجرد واحده انانيه مش اكتر، استعدي بقى عشان دي هتبقى نهايتك. دولان على طول بيفعل قوته وبيحبسها في الحاجز اللي عمله وبينزل عليها بوبل من السام وبيخلص عليها في ثواني. المهم بعدها كانوا هنروح على المكتبه وبدا يقروا شويه، وسيلينا يعني كان بدا يجي لها شويه اكتئاب بسبب انها ما كانتش عارفه تفهم اي حاجه من اللي كانت بتقراها، ودي حاجه كلنا مرينا بيها يا صديقي. المهم دولان جاب لها شويه شاي عشان تفوق وتصحصح شويه، وبعد شويه بتيجي كريستينا عشان تشوفهم، واثناء ما كانوا بيتكلموا بيدخل عليهم المفوض والمديره اوليفيا، وطلع ان كل اللي حصل ده كان من فكره وتخطيط المفوض، واتضح ان كان اخدهم على الغابه عشان يعرفوا تفاصيل الخطه مش اكتر، وهو كمان اللي اداهم التراك المضاد للمخدر، علشان كده العيال لما شربوا العصير قاموا بعدها عادي وما حصل لهمش حاجه. بعدها المفوض بيطلع شويه اوراق كده وبيديها لسيلينا، ودي بقى اوراق رسميه بتنص على ان سيلينا بقت فرد من المملكه وممنوع اي حد يتعرض لها او يضايقها لانها خلاص كده تعتبر مواطنه من المملكه. والبنت طبعا كانت فرحانه على الاخر. المفوض بعدها اعتذر لها عن الطريقه اللي جابها بيها لهنا، وقال لهم انه كان مضطر علشان بس ما حدش يشك في حاجه. البنت بعدها عملت على دولان كده قالت له هو بقى طيب فجاه كده ليه؟ والمفوض قال له دولان ان في حد مستنيه بره القاعه عايز يقابله. دولان طلع قابله فعلا وبداوا يسلموا على بعض وعرفوا بسيلينا، وطلع ان ده ابن ست العجوز اللي كانت بتضرب دولان في القريه. بعدها راحوا على المدينه عشان يتمشوا فيها ويغيروا جو شويه، واثناء ما هم كانوا ماشيين الكل بدا ياخد باله من سيلينا وقعدوا يبصوا لها بصات استغراب كده. البنت كانت واقفه محروقه شويه بسبب بصات الناس ليها، اللي هو طب واشمعنى انا؟ طب ما في واحد هناك بودان قطه وديل هناك اهو ومحدش كلمه. بس دولان قرب منها وقال لها ما تاخدش في بالها، هم بس مش واخدين عليها مش اكتر. المهم الكل بدا ان هو يواسيها والبنت بدات تضحك وترجع تبعتها تاني. بعدها بقى كلهم اتجمعوا وبداوا ان هم يوضحوا بعض وخلاص بقى كل واحد هيروح في طريقه. بس قبل ما يمشي المدير وصاحب دولان قالوا له ان ايه رايك تنضم لاكاديميه السحر؟ انت عندك موهبه وقوه كبيره جدا، واكاديميه السحر هي المكان الوحيد اللي يساعدك تطورها. بس دولان بيرفض
بيرفض، بيقول له انه حابب يقعد في القريه ويساعد اصحابه والناس اللي فيها وانه مش مهتم بالموضوع ده. الواد قال له تمام بس ابقى افكر في الموضوع كويس وبعدين ابقى رد عليا. انت صحيح قوتك جباره بس لا تستحمل الناس بجد، فانت لازم تطور من نفسك، واكاديميه السحر هي المكان الوحيد اللي هيساعدك في ده. دولان ساعتها بدا يقتنع بكلامه شويه وقال له فعلا عندك حق، وقال له اوعدك اني هبقى افكر في الموضوع وارد عليك. بعدها ركبوا العربيه وبدا ان هم يسلموا على بعض ومشيوا. وكريستينا بدات تسال دولان اذا كان ناوي ينضم للاكاديميه ولا لا، فالواد قال لها انه مش عارف وانه لسه بيفكر. بعدين قال لها طب انت ايه رايك طيب؟ فالبنت قالت له ان اللي ممكن يتعلمه في القريه محدود وان الاكاديميه افضل ليه من ناحيه كل حاجه طبعا. فدولان قال لها تمام وبدا ياخد الموضوع بجديه اكتر. وسيلينا كانت قاعده جنبهم في الوقت ده وكانت زعلانه شويه، وده لانه دولان لو راح الاكاديميه فهيمشي وهيسيب القريه وهي تقريبا ما تعرفش حد غيره. المهم بعدها بنشوف بابا بيخرج منها نمل اسود عملاق كده، وبنشوف كمان اشخاص واقفين جوه البابا دي ولسه ما طلعوش منها، والاحداث شكلها كده تبدا تولع من هنا يا صديقي. فبس لحد هنا بيكون خلص جزء النهارده. لو عجبك اكتب لي رايك في التعليقات وما تنساش اللايك والاشتراك يا عم، وسلام سلام سلام.